مرحبا بكم سيدي الفاضل هنا في الجزائر. العلاقات الجزائرية العربية السعودية تعد لبنة أساسية في بناء العمل العربي المشترك. كيف يمكن تعزيز ذلك مستقبلا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدي ارتياحي وسعادتي أنا وزملائي في هذا البلد المضياف الكريم، ولقائي بزملائي مع الأخصائيين والزملاء الآخرين في الجزائر. وطبعا لقاؤنا هنا أولا هو اللقاء العربي الذي مستمر، لكن هذا اللقاء هو إسلامي، فيجمع إن شاء الله بين اللقاء بالإخوة والزملاء العرب وبين أيضا الأشقاء من الدول الإسلامية، والحمد لله أنه على هذه الأرض. وطبعا دوري، ولكن اللقاء في هذه الظروف الصعبة يحتاج أن تكون البلد المضيفة التي يتم في هذا اللقاء لها ثقل ولها دور ولها تأثير، وهو ما يتحقق في الجزائر. فنرجو إن شاء الله هذه العوامل تكون سبب للنجاح، وأن نخرج بآراء متفقة تقودنا جميعا إلى زيادة التعاون وتحديد مواقف ثابتة من القضايا التي هي في العالم الآن تشغل العالم، ويكون اللقاء إن شاء الله مثمر تسمعون النتائج إن شاء الله. إن شاء الله. شو يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ هل في تعرف سيما وأن فلسطين تعيش على وقع انتهاك إسرائيل؟ هي القضية الفلسطينية في كل اللقاءات العربية والإسلامية هي القضية الأولى. دائما هي أول ما يبحث هي قضية فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، وإن شاء الله يعني أن الجهود استمرت وعدم اليأس والمثابرة ستؤدي إلى نتيجة إن شاء الله من الجميع.